3 من أصحاب ابني زنقوني في أوضة وعايزين يثبتوا رجولتهم. بجد بجد مش هتقدروا تتخيلوا اللي حصل، وبالذات آخر واحد اللي عمله مش هقدر أنساه طول عمري. وعلشان تفهموا الحكاية أعرفكوا الأول على نفسي. اسمي سماح، وعندي دلوقتي 45 سنة، مطلقة تقريبا من 10 سنين. ما عنديش غير مروان ابني الوحيد، ومليش غيره لا قرايب ولا أصحاب، هو دنيتي كلها. أنا مجرد ما مروان بيغيب عن عيني دماغي بتلف، ودايما بقول علشان ماليش حد في الدنيا غيره، فهو مش بس ابني، هو كل حاجة. أنا بطمن بيه، هو بيديني أمان بوجوده، وعلشان كده مقدرش أسيبه أبدا. حياة المطلقة برضو غير حياة الست المتجوزة، ويمكن بسبب تعلقي بمصطفى خلاني أفتح البيت لأصحابه علشان ما يحتاجش يخرج بره ويغيب عني. فكنت بستضيف أصحابه عندي، وكل أنواع اللعب اللي عايزينها والبلاي ستيشن، وأحيانا كنت بقعد معاهم ألعب علشان أراضيهم يفضلوا قاعدين مع ولدي. وفي يوم أسود جت في دماغي القصة دي، وكان معايا 3 من أصحاب مصطفى، وهو كان بره في حصة، وكان لسه هيجي بعد شوية، وأنا مضطرة أقعد معاهم أضيفهم لحد ما يجي علشان ما يزهقوش ويمشوا والواد يتضايق. وقلت أسأل العيال سؤال: انتوا شايفين نفسكم بقيتوا رجالة ولا لسه؟ وطبعا بصوا لبعض هما ال3، وبعدين بدأت ابتسامات خبيثة ولئيمة، والعينين كانت بتقول بلاوي. أنا كنت حاسة شوية إني فتحت على نفسي مصيبة. وراح واحد منهم بجراءة قال لي: تحبي أثبتلك؟ وكأنه بيمسك الحزام بتاع البنطلون، قال يعني هيقلع علشان يثبتلي. وطبعا موجة ضعك وسفالة اشتغلت. فضلت ساكتة، ما اتكلمتش، ولاحظت إنهم هيعلوا في المستوى، وأنا معاهم في أوضة الصالون لوحدي. ودول مراهقين، يعني قوة غشيمة مش متسيطر عليها، ممكن يطلع منهم أي حاجة. وفعلا الزمام بتاع الأمور فلت شوية، وابتدت التجاوزات وكانت بتتطور، وأنا ساكتة، بس من جوايا أنا مرعوبة ومش عارفة أتصرف، وخايفة العيال دي تحس إني مرعوبة، لأن لو حسوا بده هيأكلوني. وفجأة بدون مقدمات قلت لهم: لو عرفتوا تثبتوا إنكم رجالة فعلا، اللي تطلبوه هعمله ليكم. فضلوا يضحكوا وقالوا اقتراحات زبالة طبعا. أكيد حضراتكم فهمتوا الموضوع وصل معاهم لإيه. وبعد شوية هبل وتصرفات غبية ضحكت ضحكة سخرية وفي نفس الوقت حزن، وقلت لهم: محدش فيكم قدر يثبت إنه راجل، لأن ببساطة الرجولة مش أعضاء، ولا الرجولة في مين يكون أكتر سفالة وقلة أدب، ولا في الكلام اللي قلتوا عايزين تعملوه فيا. الرجولة إحساس مسؤول ناضج بيفكر في كل اللي حواليه وبيراعيهم ويديهم أولوية في حياته. الرجولة في عمقها مش تضحية، لكن إنك بتقدم مصلحة حد عليك، بتقدم راحة حد عن راحتك، بتقدم سعادة حد عن سعادتك. الرجولة أسلوب كامل من الحياة، اللي بيكون فيها الراجل صانع فرص، داعم، مكتشف للدواخل اللي جوه اللي حواليه. أما اللي عملتوه ده والهمجية وقلة الأدب ملهاش علاقة بالرجولة. وعارفين يا عيال، لما ست ترضى تقعد معاكم لمؤاخذة في مكان مقفول وهي وحدها، فهي مسترجلاك، شايفاك أمين إنها تقعد معاك من غير ما تأذيها. وأقول لك حاجة تاني أقوى: هي لو عايزاك أستغفر الله العظيم في الحرام وإنت قاعد معاها ولوحدكم، عارف لو قلت لها لأ وحمتها من شيطانها، هتبقى راجل بجد في عينيها، وهتكبر قدامها، وهتشيلها لك طول عمرها. عارفين البنت اللي بتنزل مثلا بحاجة قصيرة، هي بتنزل كده لأنها حاطة في دماغها إن المنطقة بتاعتها فيه رجالة. والراجل اللي بيسيب مراته أو بينزلوا كده هو فاكر إنكم رجالة. والراجل يؤتمن، الراجل ما يغدرش ولا يعتدي. كرامة الرجولة زي كرامة الفروسية، أخلاق ما تخليهوش ينزل لمستوى إنه يبص على جسم واحدة ويخسر هيبته واحترامه لنفسه واحترامها ليه واعتزازه بنفسه. لو عايزين تثبتوا إنكم رجالة بجد، أنا داخلة أخد دش علشان عرقتوني، وواثقة إن محدش فيكم هيقرب من ناحية الحمام ولا هيكشف ستر عورتي، وهبقى حاسة بالأمان، لأن الرجالة اللي معايا بيحموني حتى من غريزتهم. وفعلا دخلت استحميت وهم برا، ولما طلعت اعتذروا ليا وكانوا ندمانين على اللي قالوه، وكنت أنا فخورة قوي بيهم، لأن العيال دي فعلا كانت عايزة فرصة علشان يطلعوا رجالة صح، وشفتهم رجالة بجد من موقف بسيط قوي. وعلى فكرة، أنا دلوقتي ما بحسش بالأمان غير وهم وابني معايا، دول سندي وظهري في الدنيا، ربنا يخليهم ليا. وكده حكايتي تكون خلصت. أتمنى لو عجبتكم ما تنسوش اللايك
ورأيكم في الكومنتات، وطبعا الاشتراك في القناة علشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة.